صباح الخير واهلا بيكم من امريكا مع ايمن. اتكلمنا كتير، تقريبا احنا اكتر قناة اتكلمت عن موضوع الليجل immigration او الدخول عن طريق الحدود وعن طريق حدود المكسيك والمشاكل اللي الناس بتقابلها والصعوبات اللي الناس بتقابلها. واتكلمنا وقلنا ان الناس هتتعرض للترحيل من حتى قبل ما ترامب يجي، بس لغاية النهاردة برضو الناس لسه مش مقتنعة. الفيديو ده مش للناس اللي عايشة جوه امريكا، عشان بس يعني الناس بس تبقى فاهمه كلامي، لان اللي عايش جوه امريكا اوريدي هو هنا، بس انا عامل الحلقه دي تحديدا والكلام اللي هتسمعوه فيها كلام جديد شويه، لان الابديت ده ابديت جديد خصوصا للناس اللي بتفكر انها تدخل امريكا بطريقه غير شرعيه. قلت لحضراتكم ان الموضوع عن حدود المكسيك وحدود كندا اتقفلت خلاص، بس ستيل لسه في ناس مش مقتنعه بان هي يعني في مهربين بيقنعوهم ان هم يقدروا يدخلوهم امريكا ويعملوا لجوء. الرحلة الناس كانت بتيجي يعني وخصوصا الناس اللي جايه من مصر يعني كانت بتطلع على تركيا، يعني بدأوا يلعبوا لعبة كده اللي هي ايه اللي بيحصل حاليا. الناس بتطلع من مصر على تركيا، من تركيا على كوبا، نيكاراجوا، المكسيك، امريكا، او نيكاراجوا، كوبا، المكسيك، يعني التفصيل ده مش راجع كتير. ف كانوا بيوصلوا لغايه المكسيك، ولما بيجوا داخلين هنا بيدخلوا عن طريق الحدود، واخر حاجه كانوا عارفين ان خلاص ما فيش حد بيدخل عن طريق الحدود لان امنوا الحدود وحطوا اكتر من 10,000 جندي من المكسيك والى اخره. ولكن الجديد بقى دلوقتي ان هو يقطع عليك خط السير من آه من نيكاراجوا ومن كوبا. يعني لو انت جاي بيوقفك في المطار هناك وانت داخل زي فيزا تركيا وانت مصري، بيوقفك وبيقول لك انت الفيزا بتاعتك دي انت داخل فين؟ داخل كوبا، داخل نيكاراجوا، انت داخل علشان ايه سياحه؟ لا انت مش داخل سياحه، لا انت جاي عشان هتطلع بعد كده هتروح المكسيك والمكسيك على امريكا، لا هنرجعك تاني تركيا. والفيديو انتشر الفتره اللي فاتت لشاب من الشباب المصريين، يا عيني يعني صعبان عليا، اتقبض عليه ورجعوه على تركيا، على الطياره اللي رجع على تركيا. والفيديو موجود على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وموجود في كل حته هتلاقيه تشوفوا. انا يعني انا حاطط لكم صوره منه كده بس علشان مش عاوز انزل الفيديو كده، هو موجود في كل حته اوريدي. فمن فضلكم من فضلكم اللي يعرف حد او على صفحته الشخصيه في ناس بتسال على موضوع الهجره الغير شرعيه، من فضلكم اعملوا شير للفيديو ده، لان مفيش حد هيعرف يدخل امريكا بالطريقه دي تاني. ده الكلام اللي انتوا لازم تفهموه. وحتى اذا احتمال 1 في الألف انه يعرف يعدي من المحاولات ويعدي من الدخول ويعدي من المهربين ويعدي من المخاطر اللي هتقابله في الطريق، وقدر انه يعدي من الحرس الحدود ويدخل الحدود الامريكيه، فانا بقول لك انه هيدخل الكيسه بتاعتك مرفوضه بنسبه 1000%. ولا تخلي واحد من الناس اللي بتهرب الناس يضحك عليك وياخد فلوسك. الناس بتدفع بالاكتر من مليون جنيه دلوقتي في مصر. ولا تخلي محامي هجرة يلعب في دماغك ويقول لك انا هعمل لك كيس وهعمل لك قضيه والكلام من ده كله. الكلام ده دلوقتي مش هينفع. نصيحه، لو عاوز تدخل امريكا ادخل بالطرق الشرعيه. امريكا بلد حلوه وكبيره وتساعد الحبايب الف. ادخل بالطرق الشرعيه، قدم على اللوتري حتى لو هتجيلك بعد مليون سنه. قدم على ادرس حاجه وحاول تقدم على فيزا عمل. فيزا العمل صعبه بس معظم اللي مسيطرين عليها هنا الهنود، لانهم بيشتغلوا في الاي تي وشاطرين. فلو انت شاطر ممكن تحاول تشوف سكه فيزا عمل. ادخل عن طريق الدراسه، الزواج، في 100,000 طريقة. لكن بلاش تدخل أمريكا بطريقة الحدود لأنها خلاص done، مش هتنفع تاني. أشكركم جدا، وكان معكم أيمن من أمريكا.